وحاسدين العالم كلش، لو موند اونتي حاسد الجزائر. تحيا الجزائر. ماذا قال إعلام إفريقيا والكاف بعد هزيمة الجزائر أمام نيجيريا؟ وإذا كنت داعما لمنتخب المغرب اكتب في التعليقات ديم المغرب، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. في تصريحات مثيرة للجدل، خرج أسطورة الكرة الإفريقية ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو ليتحدث بصراحة عن الجدل التحكيمي الذي صاحب مباراة منتخب الجزائر أمام منتخب نيجيريا، مؤكدا تضامنه الكامل مع المنتخب الجزائري بعد الخسارة، ومشيرا إلى وجود أخطاء تحكيمية أثرت على نتيجة اللقاء. وقال إيتو إن منتخب الجزائر تعرض لقرارات غير عادلة خلال المباراة، وعلى رأسها لقطة لمسة اليد داخل منطقة الجزاء من أحد لاعبي المنتخب النيجيري، والتي كان يجب حسب رأيه أن تحتسب ركلة جزاء واضحة لصالح الجزائر. وأضاف إيتو: الكرة لمست يد لاعب نيجيريا داخل منطقة الجزاء، وكان من المفترض أن يتدخل الحكم أو تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء. مثل هذه اللقطات تغير مجرى المباريات، خاصة في مواجهات قوية وحاسمة. وأكد رئيس الاتحاد الكاميروني أن تضامنه مع الجزائر لا يعني التقليل من قيمة منتخب نيجيريا الذي وصفه بالمنتخب القوي والمنظم، لكنه شدد على أن العدالة التحكيمية ضرورية للحفاظ على مصداقية المنافسات الإفريقية. وفي سياق متصل، تطرق صامويل إيتو إلى مباراة منتخب الكاميرون أمام منتخب المغرب، والتي انتهت بفوز المغرب، مشيرا إلى أن منتخب بلاده هو الآخر تعرض لبعض القرارات التي اعتبرها غير منصفة خلال اللقاء. وقال إيتو: نعم، الكاميرون شعرت بالظلم في بعض لقطات المباراة أمام المغرب، وكانت هناك قرارات تحكيمية أثارت الجدل، لكن هذا لا يمنعني من الاعتراف بأن المنتخب المغربي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى. ورغم حديثه عن التحكيم، اعترف إيتو بقوة المنتخب المغربي وبالأسماء الكبيرة التي يمتلكها، وعلى رأسهم النجم أشرف حكيمي الذي وصفه بأنه من أفضل الأظهرة في العالم حالياً بفضل سرعته الكبيرة وخبرته الأوروبية وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى. كما أشاد إيتو بالنجم إبراهيم دياز، مؤكداً أن وجود لاعب بإمكانياته الفنية العالية يعطي المنتخب المغربي حلولاً هجومية متنوعة، سواء في الاختراق أو التسديد أو صناعة اللعب، وهو ما يجعل المغرب خصماً صعباً لأي منتخب إفريقي. وأضاف إيتو: المغرب لا يفوز بالحظ، بل لأنه يملك لاعبين محترفين في أكبر الأندية الأوروبية، ويعرف كيف يدير المباريات الكبرى بذكاء وتركيز. تصريحات صامويل إيتو أعادت فتح ملف التحكيم في البطولات الإفريقية، خاصة مع تكرار الشكاوى من عدة منتخبات بعد مباريات حاسمة، وهو ما جعل الجماهير تتساءل: هل المشكلة في الحكام أم في ضغط المباريات وقوة المنافسة؟ في المقابل، يرى البعض أن الاعتراف بقوة الخصم يجب أن يكون حاضراً دائماً، وأن تحميل التحكيم وحده مسؤولية الخسارة قد يخفي الأخطاء الفنية والتكتيكية التي تحدث داخل الملعب، والتي تكون في كثير من الأحيان السبب الحقيقي وراء النتائج السلبية. لكن المؤكد أن تصريحات إيتو حملت رسالتين واضحتين: الأولى، أن منتخب الجزائر كان يستحق على الأقل فرصة العودة في المباراة عبر ركلة جزاء لم تحتسب، والثانية، أن منتخب المغرب أصبح قوة حقيقية في إفريقيا بفضل محترفيه الكبار وخبرته المتزايدة في البطولات القارية والدولية. ومع استمرار المنافسات وارتفاع حدة الصراع بين المنتخبات الكبرى، يبقى الجدل التحكيمي حاضراً في كل بطولة، لكن كرة القدم في النهاية تحسم بالأداء داخل الملعب وبالتركيز واستغلال الفرص، وهو ما يميز المنتخبات التي تصل دائماً إلى الأدوار النهائية. في تصريحات نارية ومفاجئة، خرج رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي عن صمته، ورد بقوة على الاتهامات التي وجهها بعض الإعلام الجزائري للتحكيم بعد هزيمة منتخب الجزائر أمام منتخب نيجيريا، مؤكداً أن ما قيل عن ظلم تحكيمي لا أساس له من الصحة، وأن الهدف الحقيقي هو التشكيك في نزاهة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وقال موتسيبي في تصريحاته: لقد شاهدت المباراة بنفسي من بدايتها حتى نهايتها، والحكم السنغالي عيسى مندي لم يظلم المنتخب الجزائري إطلاقاً، بل أدار اللقاء بشكل عادل واحترافي، وكل القرارات كانت صحيحة وفقاً لقوانين اللعبة. وأضاف رئيس الكاف بنبرة حاسمة: من المؤسف أن نرى بعض وسائل الإعلام تحاول دائما تحميل التحكيم مسؤولية الهزائم بدل الاعتراف بالأخطاء الفنية داخل الملعب. هذه التصرفات تسيء لكرة القدم الإفريقية وتضرب مصداقية البطولات القارية. وأكد موتسيبي أن الكاف يعمل باستمرار على تطوير منظومة التحكيم واختيار أفضل الحكام لإدارة المباريات الحساسة، وأن الاتحاد الإفريقي لا يتدخل مطلقا لصالح أي منتخب، مشددا على أن النزاهة والعدالة هما أساس المنافسات الإفريقية. وفي نفس السياق، تطرق موتسيبي إلى الجدل الكبير
الذي أثير بعد فوز منتخب المغرب على منتخب الكاميرون بنتيجة هدفين دون مقابل، حيث حاول البعض التشكيك في قرارات الحكام وربط النتيجة بأسباب خارج الملعب، وهو ما رفضه رئيس الكاف بشكل قاطع. وقال موتسيبي: منتخب المغرب فاز على الكاميرون بنتيجة 2-0 لأنه كان الأفضل فنيا وتكتيكيا داخل أرضية الملعب. لا توجد أي مؤامرة ولا أي تحكيم منحاز. المغرب قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز بكل جدارة. وأضاف: كلما حقق منتخب إفريقي نتيجة قوية يظهر من يشكك في التحكيم بدل أن يصفق للأداء المميز والعمل الكبير الذي يقوم به اللاعبون والجهاز الفني. وأشاد رئيس الكاف بالمنتخب المغربي مؤكدا أنه أصبح من أقوى المنتخبات في القارة الإفريقية، ويملك عناصر محترفة تلعب في أكبر الأندية الأوروبية، إلى جانب تنظيم تكتيكي عالي وانضباط كبير داخل الملعب. كما دعا موتسيبي وسائل الإعلام الإفريقية إلى التحلي بالمسؤولية المهنية وعدم إشعال الفتن بين الجماهير أو خلق عداوات بين المنتخبات، مؤكدا أن كرة القدم يجب أن تكون وسيلة للتقارب وليس للصراعات. وقال في ختام تصريحاته: نحن في الكاف نرحب بالنقد البناء، لكننا نرفض الاتهامات المجانية التي تهدف فقط لإثارة الجدل وزيادة المشاهدات. يجب احترام الحكام والمنتخبات التي تفوز عن جدارة. تصريحات موتسيبي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت الجماهير بين مؤيد لكلام رئيس الكاف ومطالب بمزيد من الشفافية في بعض المباريات، لكن المؤكد أن هذه التصريحات ستفتح بابا جديدا من الجدل حول التحكيم والإعلام في الكرة الإفريقية. وفي النهاية تبقى الحقيقة الواضحة أن كرة القدم تحسم داخل المستطيل الأخضر، وأن الفوز لا يأتي بالصدفة بل بالاجتهاد والتركيز والعمل الجماعي، وهو ما قدمه منتخب نيجيريا أمام الجزائر ومنتخب المغرب أمام الكاميرون. في تصريح صريح وجريء اعترف أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال السابق أن كرة القدم الإفريقية ما زالت تعاني من بعض الأخطاء التحكيمية التي تؤثر أحيانا على نتائج المباريات، مؤكدا أن هذا الأمر ليس جديدا، لكنه يحتاج إلى تطوير كبير من أجل حماية المنافسة العادلة بين المنتخبات. وقال سيسيه إن بعض القرارات التحكيمية في البطولة الحالية كانت محل جدل، وإن تقنية الفيديو لم تستخدم بالشكل المثالي في بعض اللحظات الحاسمة، وهو ما يجعل الجماهير تشعر بالظلم، خاصة في المباريات الكبيرة التي تحسمها تفاصيل صغيرة. لكن في نفس الوقت شدد أليو سيسيه على أن الحديث عن التحكيم لا يجب أن يغطي على الحقيقة الأهم، وهي أن منتخب المغرب قدم أفضل مستوى في البطولة حتى الآن، سواء من حيث التنظيم الدفاعي أو السرعة في التحول الهجومي أو الانضباط التكتيكي داخل الملعب. وأكد سيسيه أن المنتخب المغربي يملك مجموعة من اللاعبين المحترفين أصحاب الخبرة الأوروبية، ويعرفون جيدا كيف يتعاملون مع الضغط في المباريات الكبرى، وهو ما يجعلهم دائما مرشحين للوصول إلى الأدوار النهائية والمنافسة على اللقب. وأضاف أن المغرب لا يفوز بالصدفة، بل نتيجة عمل كبير من الجهاز الفني